السلام عليكم. هو سؤال بسيط بسأله لو حد عنده إجابة هي ليه الناس الوحشة هي اللي بتعيش أكتر؟ طب ليه الناس الوحشة هي اللي حظها حلو؟ طب ليه الناس الوحشة هي اللي غنية ومعاها فلوس؟ طب ليه الناس الطيبة دايما مستضعفة؟ طب ليه دايما الخيرين قليلين قوي؟ يعني انا نفسي كده اصحى يعني اصحى من النوم الاقي الناس الوحشه كلها ماتت وتفضل الناس الحلوه. اه والله. يعني الواحد بيشوف حاجات غريبه يعني مثلا ايه، برنامج المسابقات هو كده كده الناس هتتفرج عليه مثلا في رمضان، تلاقي كل الناس اللي هي ممثلين واساسا هم معاهم ملايين ومعاهم فلوس يروحوا ياخدوا فلوس، ما يجوش حتى واحد يعني ينقوه من ضمن غلابه كتير مثلا يخش المسابقه دي ويكسبوا هنا. وانا بتكلم غلط يا جماعه؟ طب ليه الناس الغنيه اللي بتزيد غنى والفقراء بيزيدوا فقر؟ يعني ما يعني يعني مش عارف. يعني مش عارف. حتى برامج المسابقات دايما بتنسف الاغنياء، نادرا ما تلاقي واحد في قلبي يكسبها. الحياة غريبة جدا. الحياة مش لكل مجتهد النصيب. في ناس بتفضل تجتهد طول حياتها. يعني أنا مع بتوع الناس اللي هم الاتش ار والناس اللي بتدي دروس ان الناس يعني نو بين نو اي نو دين، يعني ما فيش ألم، ما فيش. في ناس كتير اتألمت ونجحتش. في ناس حاولت لحد ما ربنا افتكرها وماتت وهي بتحاول، ما فيش. يعني ليه دايما الناس، يعني ليه دايما تلاقي الحقير هو اللي موجود اللي بيستغل الناس؟ وليه دايما تلاقي الناس القليله؟ ما بغلطش في حد انا يعني، ما هو الاحساس يعني مش عارف. في نصيحه انا كنت عايز اقولها للناس الغلابه اللي بتكافح، يعني ارجعوا زي ايام سيدنا النبي في الادويه يا جماعه. بلاش يشتغلوا على الكيميكال، ما دام الكيميكال الحاجات الكيميائيه غليت علينا، نرجع للاعشاب الطبيعيه زي زمان وفيها شفاء للناس. يعني كل الاعشاب الطبيعيه ما كانوا بيتعالجوا كتير زمان. نبتدي حتى في التلفزيونات يجيبوا برامج للعلاج بالاعشاب، يعني ما هم بيعملوا برامج كتير تافهه، يعني يعملوا حاجه عدله تنفع الناس يعني. لا يعني. ابو بالمناسبه كنت بتفرج على ماتش دلوقتي كان بيتلعب، كان ماتش مصر وفرنسا. انا مش ممكن الحكام السويد حكام ظلمه بطريقه ممتازه. ما اعرفش ليه دايما اي شيخ عربي او اسلامي مكروه، او ان يبقى من ناحيه العرب دايما تلاقي بره. وللاسف هم اللي بينادوا بالعداله والحريه الاجتماعيه هم اسوأ ناس. الناس بتوع بره يعني مش ونشوف ده في الدول. يعني الحاجة فرنسا بتستغل مناجم افريقيا في الذهب، وهي اساسا ما عندهاش منجم ذهب، وهي رقم واحد على العالم في الذهب. يعني خد بقى كله يعني يجي يقول لك واحد ايه، اصل كولومبوس اكتشف امريكا الجنوبيه. ليه اكتشفها؟ ما هي كان فيها ناس وعايشين، يعني كان فيها ناس وعايشين وكانوا مالينها قبل ما تحصل المجازر اللي كانت في اول لما الناس راحت في امريكا وان هم يقتلوا الهنود يعني، وغيره يعني. الظلم طعمه صعب قوي يا جماعه. الظلم والحسره وقله البخت طعمها وحش قوي. احنا بنتكلم. انا عارف ان ربنا خلق يعني خلق الحياه ولازم يمحص، وربنا سبحانه وتعالى لازم يختبر الناس يعني. بس والله يا رب، يعني اللي الواحد شافه الفقر ما بيصلحش كتير للناس يا رب. اللهم يعني انا ادعو الدعاء يا جماعه معايا. اللهم الفقر لا يصلح لي ولا اصلح للفقر، لانه بيضغط على الاعمار بتاعتنا، بيضغط على اللي جوانا. مش الفقر كفلوس بس يا جماعه. ان انت بتشوف حاجات غريبه بتحصل في حياتك بتحسسك قد ايه ان انت ضئيل في المجتمع. يعني لما تيجي مثلا اللي هم البرامج التوك توك اللي بتيجي من مرسى وتقول لك
انا باخد 3000 دولار في الشهر مصروفي، وتلاقيها طفله 14 سنه يعني. طب يعني حاجات انا مش هقعد بقى اعيد، نبقى نتكلم عن مرسى، عن الساحل الشرير فتره يعني. يا رب.